عليكم، انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، موضوع التحكيم المصري. التحكيم المصري يوم ورا يوم بيسوق حاله صعبه جدا. اخر مباراه كان فيها جدل تحكيمي كانت مباراه بيراميدز وسموحه، كان في لغط على ضربه جزاء لفريق سموحه في الدقيقه 90 جت في ايد اللاعب علي جبر. انا شايف من وجهه نظري ضربه جزاء سليمه 100%. هنا في الدقيقه 90 في وقت بيراميدز ممكن ما يقدرش يرجع في المباراه، وفيها حاجتين، سموحه هتقدر تاخد 3 نقط وتطلع لمراكز اعلى في الدوري، والنادي الاهلي هيبقى متصدر الدوري بخساره بيراميدز. لو كانت حسبت ضربه الجزاء ودخلت واتسجلت جول، سموحه كسبت 1-0. دي اول خطا في المباراه. بيراميدز سجلت هدف في الدقيقه 92 او 93، الهدف كان فيه شك انه اوفسايد. انا من وجهه نظري برضو شايف ان الهدف سليم 100%، الهدف ما فيهوش اي تسبب. طلع الحكم توفيق السيد حكم مباراه بيراميدز وسموحه اعترف ان في ركله جزاء صحيحه 100% لفريق سموحه، وقال ان الهدف من وجهه نظره صحيح 100%. ده الهدف ما فيهوش اي شك ان هو صحيح 100%. هنروح للمباراه الثانيه، مباراه الزمالك وفريق الاسماعيلي. كان فيها برضو كلام كتير عن الحكم طارق ماجد، كان في ضرب للاعب محمد السيد. الحكم ادى انذار كارت اصفر بس للقطه دي، كان لازم الفار يكلمه ويرجعه تاني عشان يشوف اللقطه دي، كانت هتفرق في نتيجه المباراه. كان وقتها لسه النتيجه تقريبا 1-0، وكانت هتفرق طرد مبكر في الدقيقه 20-25 في منتصف الشوط الاول، كان هتفرق مع نادي الاسماعيلي. فكان في اخطاء بتبقى مش مؤثره من وجهه نظرنا احنا. الغلطات المؤثره في المباراه بتبقى بالنسبه لنا ايه؟ ضربه جزاء، طرد، هدف تسلل، حاجات زي كده يعني. هي دي. لا، في حكم تاني بياخد المباراه لحته تانيه. زي ايه؟ زي ان هو يحسب فاولات من على منطقه ال 18، زي ما هو يحسب ركنيات وهي ما فيهاش حاجه. فالحكام دلوقتي بقت سيئه جدا. واللي بيثبت كلامي ان النادي الاهلي طلع بيان وقال لك احنا عايزين طاقم تحكيم اجنبي لمباراه القمه الاهلي والزمالك القادمه يعني. فالتحكيم بتاعنا بيسوء اكتر من الاول. كل سنه بنقول التحكيم التحكيم التحكيم. هي المنظومه كلها صعبه، بس لازم نطور واحده واحده، كملاعب، تطوير اداء حكام، جوده تصوير، كجوده لعيبه. عايزين الدوري بتاعنا يبقى في حته تانية. احنا طول الوقت انا شخصيا بحب التحليل الفني جدا، وتحليل اللعيبه والتحركات في الملعب. دايما انا من ساعه ما بدات المحتوى بتاعي بنتكلم بالمشاكل الاداريه، في صفقات، في مشاحنات لعيبه، في لعيبه مصابه، لعيبه فرق مش عارفه تجيب لعيبه، مشاكل طول الوقت. انا نفسي اتكلم في تحليل فني في اداء لعيبه داخل المستطيل الاخضر. دي كانت فقره كده عن التحكيم في مصر، واتمنى اكون قدرت انم الموضوع في الوقت البسيط ده، واتمنى تتابعونا وتتفاعلوا معانا في فيديوهات جايه كتير في بودكاست هجمه وجول.